السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم 26 رمضان لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية. حبيت أقول لحضراتكم بس على حاجة كويسة كده. ممكن يكون الناس بتختلف عليها، فهي جت كده في بالي فعايز أقول عليها بخصوص ليلة القدر. احنا طبعا بنعمل بث مباشر لاستطلاع الشمس، ودي طبعا انا مسجل الفيديو ده علشان عايز اقول لحضراتكم الكلمتين دول. طبعا اسئله كتير بتدور حوالين موضوع ليله القدر ده، وفي ناس بتختلف عليها وفي ناس بتجزم ليله القدر دي يا جماعه ما حدش بيعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى. دي حاجه في علم الغيب، اللي بيحسها في قلبه. اي انسان بيحسها في قلبه بيبقى ادركها، اللي هو الاحساس والشعور بتاعها، بيحس بحاجه جميله وحلاوه في قلبه. طبعا عايز اقول لحضراتكم ان علامات ليله القدر في علامات بتظهر وقتها وعلامات بتظهر بعدها. من العلامات اللي قبلها وقتها بيبقى صفاء سمائها وسطوع نورها وطمأنينة في القلب وانشراح في الصدر، والرياح فيها بتبقى ساكنة، يعني بتبقى مفيش هوا ومفيش زعابيب والحاجات دي. تاني يوم بقى من ليلة القدر بتبقى دي العلامة اللي بعدها بقى، بتبقى الشمس طالعة ما فيهاش شعاع. طبعا الشمس دي لها شعاع زي ما احنا شايفين كده، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. وقت ليلة القدر يا جماعة، ليلة القدر تتغير كل عام. وقت ليلة القدر ما ملهاش، يعني كل سنة بتيجي في يوم مختلف عن عن السنة اللي قبلها طبعا. وعايز اقول لحضراتكم كمان من فضل ليلة القدر، هي خير من 1000 شهر. يعني 1000 شهر يعني حوالي 83 سنة 84 سنة. يعني انت لو ادركت ليلة القدر كأنك عبدت ربنا 83 سنة او 84 سنة. طبعا مفيش حد هيقدر يعمل كده، اي انسان طبيعي عمره ما هيقدر يعمل الكلام ده. فانا عايز اقول لحضراتكم يعني التمسوها في العشر الاواخر. يصدق ان حد يقول له ده كانت ليله القدر امبارح وخلاص بقى نقعد بقى ما نعبدش ربنا بقى وما نقومش الليل وما نصليش تهجد وما نقراش قران وما ندعيش. ادعي حتى لو انت ادركتها بقلبك وحسيتها، برضو كمل كمل. يعني احنا مش هنبطل عباده يا جماعه، مفيش حاجه اسمها نبطل عباده. ماشي، دي حاجه انا عايز اقولها لحضراتكم. طب تعمل ايه في ليله القدر يوم، يعني مثلا في العشر الاواخر عشان تدرك ليله القدر؟ بنصلي القيام وبنصلي التهجد وبندعي، والدعاء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بيه: اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو يا رب فاعف عنا. وبنقرا مثلا اخر ايتين من سوره البقره، فاللي بيقراهم كفتاه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الاحاديث. اللي بيقرا اخر ايتين من سوره البقره كفتاه، يعني كانه اقام الليل و آه، ودعا وممكن بسبب الايتين دول يدرك ليله القدر. طبعا اللي يقدر ومستطيع ان هو يقوم الليل والتهجد طبعا ده يكون افضل. طبعا اللي بيدرك ليله القدر يا جماعه دي حاجه جميله جدا. يعني لو ادركتها يوم، يعني مره واحده في عمرك، خلاص انت كده سبحان الله، يعني رجعت كما ولدتك امك. يعني ربنا غفر لك ذنوبك كلها. موعد ليله القدر يا جماعه، الموعد بتاع ليلة القدر محدش يقدر يعرفه ومحدش يقدر يجزم بيه. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعرفه بس. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعرفه بس. محدش بيقدر يعرف ليلة القدر كانت امتى. لو حد قال كده ما عرفش يعني نقول له ايه. لكن هي اجتهادات مش اكتر، اجتهادات مش اكتر. كل حد بيجتهد ان هو يكون شاف او حس بليله القدر فبيقول اللي قاله. وبعدين في غالبيه الناس اللي هي بتدرك ليله القدر وبتحسها في قلبها ما بيقولوش، ده حاجه ما بينهم وما بين ربنا. ربنا سبحانه وتعالى جعلها في علم الغيب. طبعا اشوفكم على خير ان شاء الله. استنونا ان شاء الله كده يعني واستنى حضراتكم في بث مباشر ان شاء الله غدا باذن الله. وكل يوم ان شاء الله بنعمل بث مباشر لاستطلاع الشمس علشان ندعي مع بعض، وطبعا ناخد ثواب ونكون سبب في ان حد ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائه. اتمنى حضراتكم تشتركوا في القناة وتتابعونا كده ونستنى البث المباشر مع بعض علشان كلنا ناخد ثواب مع بعض ونقدم حاجة كويسة كده يا رب ان شاء الله. احنا ما قدرناش ان احنا نفوت الايام المباركة دي. يعني ايه محتوى قناتنا عن المشروبات وعن حاجات تانية خالص. اتمنى طبعا ان انتوا حضراتكم تكونوا معانا في القناة وتشرفونا. ويا رب ان شاء الله خير على الجميع، ورمضان كريم على الجميع، وايام خير يا رب ان شاء الله. ربنا يكرم الجميع ويرزق الجميع يا رب كل خير يا رب ان شاء الله. قولوا امين ان شاء الله باذن الله. اشوف حضراتكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.